بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذه الفرصة، وأتينا إلى بلدنا الثاني الجزائر، وإلى موطن الطريقة التجانية ومهدها وأساسها عين ماضي، وما أدراك ما عين ماضي. هذه البلدة التي يقول عنها سيدنا محمد الحافظ المصري رضي الله عنه: عين ماضي شمس الحقيقة في كبد الصحراء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا هذه الفرصة الطيبة المباركة، ونحن نتنسم نفحات شهر رمضان المبارك المعظم في زاوية سيدنا أحمد التجاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. الجدير بالذكر أن الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، الذي ولد في هذه البلدة المضيافة الكريمة المباركة عين ماضي، ونشأ فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه على حسين الصفات وعلى كامل الأخلاق، في حضن أبوين كريمين اهتما به ورعاياه رعاية تامة كاملة، إلى أن حفظ القرآن وعمره لم يتجاوز 7، كما قال صاحب المنيا: وحفظ القرآن في 7 سنين عن شيخه العالم ذي الدين المتين. فالشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت له همة عالية وعزيمة قاهرة، كانت نفسه تتوق إلى المعالي، وكلما بدأ أمرا لا يتراجع عنه ولا يتوانى حتى يبلغ الذروة فيه. فنشأ رضي الله تبارك وتعالى عنه في كنف والدين كريمين، وكانا يتعهدانه بالتربية الإسلامية والرعاية، وكانا يحثانه ويحضانه على التعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ على ذلك وكان له ديدن وخلق. فحاز الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه قصب السبق في العلوم، ولما بلغ من العمر 20 سنة كان قد ترأس في مجال العلوم، فخرج من عين ماضي في رحلة إلى المشرق وأخرى إلى المغرب. كان قصده من هذه الرحلة أن يلتقي بأكابر أهل الله سبحانه وتعالى، لينظر إلى ذلك العلم الذوقي الذي يلقنه الخواص، فقد حاز قصب السبق في العلم الظاهري، فأراد أن يلتقي بخيرة الصالحين في ذلك الزمان، لأنه كان يريد من يأخذ بيده ويبلغ مقامه الأسمى الذي كان يقصده، وهو القطبانية العظمى. والله سبحانه وتعالى قد ادخر له أعظم من هذه المرتبة التي تسمى بالقطبانية العظمى. فخرج رضي الله تبارك وتعالى عنه في رحلة، ووصل إلى منطقة تونس، ومكث فيها فترة من الزمان، وقام بالتدريس، وانبهر العلماء والصلحاء الذين كانوا في تلك الناحية من نبوغه ومن علمه ومن مكانته ومن شرفه، وتلك الأنوار التي كان يحملها رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فخرج من تونس وقد التقى بذلك الولي الصالح عن طريق المكاتبة، وهو سيدي عبد الصمد الرحوي، وقدم له هدية من الذهب. فلما وصلت إلى ذلك القطب فرح بها، وقال: المحبوب أرسل محبوبا. ولما سمع بشهرته ومكانته العلية أمير تلك الناحية بعث به برسالة إليه بأن يمكث معه في تونس، وخصص له مسجد الزيتون لكي يدرس فيه،
وحدد له راتبا يتلقاه في كل شهر من خزانة الدولة، وبين له أنه سيسكن في بيت يتبع للدولة دون أن يدفع مقابله شيء. فلما علم الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه ذلك وقرأ الرسالة، فكانت همته أعلى وأعظم من ذلك. كان يريد الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يبلغ الذروة العليا من المكانة التي اختصها الله سبحانه وتعالى له، ولا يريد أن يتعلق به كثير من المريدين حوله حتى لا يعيقوا سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فبعث برسالة إلى سيدي عبد الصمد الرحوي الولي الذي في تلك الناحية، طالبا منه أن يضمنه ذهابا وإيابا، إنه قد أراد أن يزور سيدي محمود الكردي بمصر. فخرج بمجرد أن تلقى تلك الرسالة بعد أن ضمنه ذلك الولي، فذهب إلى مصر والتقى بسيدي محمود الكردي الذي لم تكن هناك معرفة سابقة بينه وبين الشيخ رضي الله عنه. بمجرد أن رآه سيدي محمود الكردي قال له: ما مطلبك؟ قال: مطلبي القطبانية العظمى. فقال له: لك أكثر منها، لأن سيدي محمود الكردي كان من الذين بلغوا مرتبة عالية في التربية في الطريقة الخلوتية، وكان يرى من وراء الحجب أن أنوار الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي أعظم من أنوار القطبانية العظمى. فسأله الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن أفصح له بأمر، بمجرد أن رآه قال له: أنت محبوب عند الله في الدنيا والآخرة. فقال الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه لسيدي محمود الكردي: ومن أين لك هذا؟ قال: من الله. فاطمأنت نفس الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه، وأخبر سيدي محمود الكردي أنه قد رآه في رؤيا منامية. وقال الشيخ سيدي أحمد التجاني في تلك الرؤيا لسيدي محمود: أنا ذاتي كلها نحاس. فقال له سيدي محمود في تلك الرؤيا: وأنا سأقلب نحاسك ذهبا. فأخبر الشيخ سيدي أحمد التجاني هذه الرؤيا لسيدي محمود، فقال له: هو كما رأيت. فمكث الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه مع سيدي محمود فترة من الزمان، وتدارس مع سيدي محمود في كثير من الأمور التي تتعلق بشؤون الصالحين والتي تتعلق ببعض المسائل العويصة. ثم من بعد ذلك انتقل سيدي أحمد التجاني من مصر بعد أن استأذن شيخه سيدي محمود وتوجه إلى مكة. فلما وصل إلى مكة سأل عن القطب الذي يسكن في تلك الناحية، وكان هو أحمد بن عبد الله الهندي. ولم يستطع الشيخ سيدي أحمد التجاني مقابلة سيدي أحمد بن عبد الله الهندي، ولكن كان له خادم، فعن طريق ذلك الخادم استطاع أن يبعث برسالة إلى ذلكم القطب. فبمجرد أن تلقى ذلكم القطب تلك الرسالة وقرأها، قال لخادمه: هذا الذي كنت أنتظره، وهذا هو الذي يرث جميع كمالات منصبي. فتردد التلميذ وقال للشيخ: يا شيخ، أنا منذ 18 سنة أخدمك، وكنت أرجو أن تأتي إلي بركاتك ويفاض علي من حضرة ذاتك، فكيف يأتي ذلكم الرجل المغربي فتقول هو الذي يرث جميع كمالات منصبك؟ فقال له الشيخ: إن هذا ليس لأحد فيه اختيار، إنما هو بيد الواحد المختار الذي يفعل ما يشاء ويختار، ولو كان لي في الأمر اختيار لكان ولدي أولى من أخصه بالإيثار. ثم عندئذ كتب رسالة وبعث بها عبر ذلك الخديم إلى سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه، فحوى تلك الرسالة أن هذا القطب يقول للشيخ سيدي أحمد التجاني: أنت الذي ترث جميع كمالات منصبي، وأنت الذي ترث جميع أسراري، ولكني سأنتقل في بعد 10 أيام على ما أعتقد في حج ذلك العام. ثم أوصاه بابنه خيرا،
فوصلت الرسالة إلى الشيخ سيدي أحمد تجاني وعلم فحواها، فمكث بمكة إلى أن أدى فريضة الحج. ولما جاء التاريخ الذي ذكره ذلكم القطب انتقل إلى الرفيق الأعلى، وفعلا أخذ الشيخ سيدي أحمد تجاني كل ما تركه له من أسرار، وخص ابن ذلك القطب بما أفاض الله سبحانه وتعالى وجادت به يداه. ثم توجه الشيخ سيدي أحمد تجاني بهمته العالية إلى المدينة المنورة، والتقى في المدينة المنورة بسيدي محمد بن عبد الكريم السمان. سيدي محمد بن عبد الكريم السمان حينما التقى بالشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه، ورأى عن طريق الكشف تلك الأنوار التي تلوح في ذات الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، أفصح له قائلا: أنا القطب الفرد الجامع. فقال له: سل ما تشاء. فطلب منه الشيخ سيدي أحمد تجاني بعض الأسرار فأسعفه بها، ولكن ذلك الولي لما رأى صفاء الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأصالة معدنه ونقائه وطهارته، طلب من الشيخ أن يمكث معه 3 أيام فيصبغه بصبغة يصير فيها من أكابر الأولياء. ولكن الشيخ سيدي أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه اعتذر، ثم ودع ذلكم الرجل وعاد إلى مصر إلى شيخه محمود الكردي. ولما التقى به سيدي محمود الكردي رأى أن الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه لم يكن ذلك الرجل الذي مر به قبل أداء فريضة الحج، إنما جاء الشيخ سيدي أحمد التجاني يحمل أنوارا لا يستطيع سيدي محمود الكردي أن يفسر تلك الأنوار وما مداها وما الذي سينتهي إليه مآل هذا الشيخ. فمكث مع الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه يتدارسان بعض المسائل. وكان سيدي محمود لما علم أن الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب علوم لدنية وفتوحات ربانية، عرض عليه كثير من المسائل العويصة التي كانت تقف أمامه، وكان الشيخ رضي الله عنه يجيبه عن تلك المسائل وكأنما أمامه لوحة مكتوب عليها الإجابة. فأعجب سيدي محمود الكردي بالشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ولقنه الطريقة الخلوتية، ثم أمره أن يلقنها للخلق. ولكن همة الشيخ سيدي أحمد التجاني كانت أعظم وأعلى من ذلك. اعتذر الشيخ سيدي أحمد التجاني عن تحمل مسؤولية تربية المريدين، لأنه لم يبلغ المقام الذي خرج من أجله. ولكن سيدي محمود الكردي أصر عليه ذلك، ولما رأى إصرار الشيخ على عدم القبول قال له: لقن والضمان علي. فعندئذ قبل الشيخ سيدي أحمد تجاني تلك الأمانة، وأول ما مر التقى بسيدي محمد بن المشري، فكان من أوائل الذين أخذوا على يد الشيخ سيدي أحمد تجاني الطريقة الخلوتية. ثم مضى شيخنا إلى أن وصل إلى منطقة فاس، وكان يقصد الحضرة الإدريسية لأداء الزيارة لمولاي إدريس. والتقى في منطقة وجدة بسيدي علي حرازم الذي كان قد رأى في رؤيا منامية الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه، ولم تكن هناك معرفة سابقة. قال الشيخ سيدي أحمد التجاني لسيدي علي حرازم في الرؤيا: أنا مربيك وأنت صديقي وستكمل تربيتك على يدي، أو كلاما هذا معناه. فلما التقى بسيدي علي حرازم ناداه باسمه ولم يلتقيا من قبل، فتعجب سيدي علي حرازم من أين عرفه هذا الشيخ وقد نسي تلك الرؤيا. فذكره الشيخ سيدي أحمد التجاني بالرؤيا التي حدثت، فازداد تعجبا واستغرابا من هذا الأمر. فقال الشيخ سيدي أحمد التجاني لسيدي علي حرازم: أنا ذلك الذي رأيته في تلك الرؤيا. فتعلق سيدي علي حرازم بالشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، لأنه قد وجد بغيته، فمضى مع الشيخ إلى أن أديا زيارة مولاي إدريس على أكمل الوجوه. فلما أراد الشيخ أن يغادر مودعا سيدي علي حرازم أوصاه بأن يبقى على العهد والمحبة حتى يأتي الفتح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتح العارفين
بجاه شيخنا سيدي أحمد التجاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.